بتبدأ الحكاية بمجموعة كبيرة جدا من الكلاب محبوسين جوه قفص في بيت معزول بعيد عن المدينة. والكلاب دي للأسف بتكون عمالة تنبح من كتر الجوع والألم. وطبعا صاحب الكلاب دي مش سائل فيهم وسايبهم يعانوا في عز البرد. وعلى الجانب الآخر بنشوف كلب مشرد وكان بيدور على أي أكل ياكله وسط الزبالة. والكلب ده كان هربان من نفس البيت اللي فيه كلاب كتير في أقفاص. ولما ما كانش بيلاقي أكل كان بيدخل الأسواق وبيسرق منها أكل عشان ياكل. والكلب ده كان بيحب يلعب في التلج جدا، وآخر اليوم بيروح ينام جوه كرتونة أو في أي حتة تحميه من المطر. بس للأسف في يوم من الأيام بتيجي شرطة الكلاب وبيمسكوا الكلب ده وبيحطوه في العربية بتاعتهم. لكن أول ما فتحوا الباب الكلب قدر يهرب منهم تاني ورجع لحياته المعتادة، ياكل من الزبالة ويشرب من المية اللي في الأرض. وللأسف حياة الكلب ده كانت بائسة جدا، وكان كل يوم في منطقة جديدة، وحياته كلها كانت عبارة عن إنه يدور على أكل وآخر اليوم يدور على مكان ينام فيه. وفي يوم من الأيام بنشوف شاب اسمه دراما، وده بيكون شاب عصبي جدا، وحتى في تعامله مع الناس كان جد وما بيهزرش، وكمان بيكون منعزل ومنطوي، وأكتر حاجة بيكرهها هي التعامل مع الناس. وحتى في الشغل بتاعه كان منعزل وما بيكلمش حد، وبيروح يخلص شغله وبيمشي على طول. والشاب ده وصل للحالة دي لأن عيلته كلها ماتوا في حادثة عربية، ومن يومها بقى وهو حزين عليهم وحالته اتغيرت على الآخر. وبقى زي ما احنا قلنا حياته كلها كانت عبارة عن روتين وبيكرر نفس الحاجة كل يوم. وفي يوم من الأيام بنشوف شاب اسمه أوتام واقف على الطريق بسبب إن العجلة بتاعته اتعطلت. وأوتام وهو واقف شاور لدراما عشان يساعده وياخده معاه في طريقه، بس طبعا دراما بيكمل طريقه وما بيقفش عشان يساعد أوتام. وبعدها وهم في الشغل بيجي مدير المصنع وكان معاه أوتام، وبيروح يطلب من دراما إنه يدربه على الشغل. وبعدها وهم بيتكلموا أوتام قال لدراما إن سبب تأخيره في الشغل واحد غبي مرضيش يقفله ويساعده على الطريق. بس أول لما دراما قلع القناع اللي هو لابسه أوتام اتصدم، لأنه عرف إن هو ده نفس الشخص اللي مرضيش ياخده على الطريق. وفي وقت استراحة المصنع أوتام كان بيتكلم مع زمايله، ولما سألهم عن دراما عرفوه إنه شخص منعزل وما بيحبش يتعامل مع حد. ولما سألهم عن عيلته عرفوه إنه مش متجوز وعيلته كلها ماتوا في حادثة زمان. وبعد ما بيخلصوا شغل ودراما بيروح بيته في راجل عجوز بيوقفه وبيقوله إن في ناس في القرية بتاعتهم عاملين حفلة كبيرة النهاردة، ولازم دراما يروح يمنعهم لأنهم كده هيعملوا إزعاج لكل أهل القرية. وبعد ما الراجل بيخلص كلامه دراما ما بيردش عليه، وكمان بيدخل بيته وبيقفل الباب في وشه. ولما الليل جه دراما ما كانش عارف ينام، وده طبعا بسبب الحفلة اللي عاملينها جوه القرية. والغريب بقى دراما مسكتش وراح للحفلة وكسر كل حاجة فيها، وكمان ضرب الناس اللي بتعزف وطرد كل المعازيم. ودراما لما خلص وكان راجع البيت الكلب ظهر تاني وفضل ماشي ورا دراما. فدراما لما شافه رماله عظمة، والكلب كان فرحان جدا بيها وفضل قاعد ياكلها. وبعدها لما دراما نام حلم بحياته وهو صغير واخته كانت بتصحيه. وبنعرف من الحلم ان دراما ما كانش بيحب يخرج، وكان دايما بيقعد قدام التلفزيون عشان يتفرج على حلقات شارلي شابلن. وفي يوم من الأيام عيلته كانوا طالعين رحلة وسابوه في البيت لوحده، واليوم ده بقى هو اليوم اللي عملوا فيه حادثة ودراما فقدهم كلهم. وبعد ما الحلم خلص دراما صحي من النوم بدري عشان يروح شغله كالعادة. بس المشكلة بقى الكلب ممشيش من منطقة دراما، وكان بيضايق الناس لأنه كان بيعمل حمام قدام بيوتهم. ودراما ما كانش فارق معاه الكلام ده، وكان كل يوم الصبح بيرمي الأكل اللي فايض منه للكلب. ويوم بعد يوم الكلب حس إن دراما بيحبه، بس لما كان بيقرب ناحية البيت بتاعه دراما كان بيطرده لأنه أصلا ما بيحبش الحيوانات ولا البني آدمين، وكان بيرمي الأكل للكلب بدل ما يرميه في الزبالة. بس الكلب رغم كل ده برضه كان بيحب دراما، وكان كل مكان دراما بيروحه الكلب بيروح وراه. ودراما ساعتها
كان مستغرب جدا لأن الكلب ما بيسيبوش أبدا. وفي يوم من الأيام الكلب كان ماشي ورا دراما كالعادة، بس للأسف في واحد خبطه بموتوسيكل، والكلب ساعتها اتصاب إصابات شديدة وكان عمال ينزف. فدراما بياخد الكلب بسرعة وبيوديه عند الدكتور البيطري عشان يحاول يلحقه ويعالجه. والدكتور لما شاف الكلب كان متعصب، وقال لدراما إنه لازم يهتم بالكلب بتاعه أكتر من كده. فدراما بيقوله إن الكلب ده مش بتاعه وما يعرفش عنه حاجة أصلا. والدكتور سأل دراما إذا كان الكلب بيخاف من الأدوية ولا لأ. فدراما قال له للمرة التانية إن الكلب ده مش بتاعه، وإنه لقاه في الشارع وجابه عشان ينقذه بس. وبعد ما الدكتور خلص قال له إن الكلب محتاج رعاية ولازم يهتم بيه عشان الإصابة تخف بسرعة ويرجع تاني زي الأول. فدراما وعده إنه هيعمل كده وأخد الكلب عشان يرجع لبيته. ولما دراما وصل عند البيت بيلاقي بنت صغيرة واقفة على سور البيت بتاعه اسمها إدريكا. والبنت لما بتشوف دراما شايل الكلب بتسأله عنه، فدراما بيقول لها إن الكلب كويس وهيخف بعد فترة. فالبنت بتفرح جدا وبتقول لدراما إنها بتحب الكلاب. فدراما بيقول لها إنه هيخليها تلعب معاه، بس بشرط واحد إنها ما تعرفش حد إنه مربي كلب. فالبنت بتوافق وبيتفقوا مع بعض. وفي اليوم اللي بعده دراما لما بيرجع البيت بيلاقي إن البيت كله متبهدل والكلب هو اللي عامل كده، وكمان كان مقطع كل حاجة وعامل حمام على الأرض. فدراما كان متعصب جدا منه، بس قرر يستحمله لحد ما يخف. وفي اليوم اللي بعده إدريكا راحت لدراما وطلبت منه إنها تاخد الكلب عشان تفسحه. فدراما بيوافق وبيقول لها تحاول تخبيه من الناس عشان محدش يشوفه. ومن بعدها دراما كان بيخبي الكلب بكل الطرق عشان جيرانه ما كانوش بيحبوا الكلاب ولا كانوا هيوافقوا إن دراما يربي كلب. لكن بعد كام يوم كل أطفال القرية بيعرفوا إن دراما مربي كلب في البيت. فدراما بعدها كان لازم يخلص من الكلب ده، وفعلا اتصل بالدكتور وطلب منه إنه يشوف أي حد يتبنى الكلب ده، وفهمه إنه كده خلاص خف وهو دلوقتي ما بقاش قادر يستحمله ولا يعتني بيه. فالدكتور طمنه وقال له إنه هيساعده، بس وصنه ما يهملوش ويهتم بيه. وفي يوم من الأيام دراما لما رجع من الشغل لقى إن الكلب مقطع له كل الكراسي والمخدات، وكمان كان مكسر معظم الحاجات اللي في البيت. فدراما اتعصب منه وفضل يجري وراه عشان يضربه ويعاقبه على اللي هو عمله. بس لسوء حظ دراما في نفس اللحظة دي الدكتور راح له على البيت وكان معاه ست هتتبنى الكلب. وطبعا الست أول لما شافت اللي بيحصل رفضت إنها تاخد الكلب ده ومشيت من المكان بسرعة. وبعدها بشوية معظم سكان القرية عرفوا إن دراما عنده كلب، فاتجمعوا كلهم وراحوا له على البيت. والسكان طلبوا من دراما إنه يتخلص من الكلب بأي طريقة. فدراما بيتعصب جدا منهم وبيقول لهم البيت ده بتاعي وأنا حر أربي فيه اللي أنا عايزه، وفضل يزعق لهم كلهم. وطبعا ساعتها كلهم خافوا من دراما ومشيوا من قدامه. وبعدها بكام يوم دراما بيتصل بالدكتور وبيترجى إنه ياخد الكلب أو يشوف حد تاني يتبناه. فالدكتور بيقوله عشان حد يتبناه لازم يروح يطلع له رخصة. وفعلا في اليوم اللي بعده دراما أخد الكلب وراح عشان يطلع له رخصة. وهناك بقى قابل بنت اسمها ديفيكا، وديفيكا بتعرفه إن دي كلبة مش كلب ولازم يهتم بيها أكتر من كده لأنها محتاجة رعاية. فدراما شكرها على النصيحة وأخد رخصة الكلبة ومشي. بس بعد كام يوم ديفيكا بتروح لدراما على البيت وبتقوله إنها مديرة جمعية رعاية الحيوان. ولما دراما سألها عن سبب الزيارة ديفيكا قالت له إنهم جايين يطمنوا على الكلبة، وده لأن في شكوى جات لهم بتقول إنه ما بيهتمش بيها. وديفيكا كانت جاية تتأكد بنفسها وتفحص الكلبة. ولما ديفيكا بتدخل البيت ما بتلاقيش أكل للكلبة، وكمان ديفيكا بتاخد بالها إن دراما بيدخن. فديفيكا بتنصحه وبتقوله إنه ما يدخنش في البيت لأن التدخين مضر لصحة الكلاب ولصحته برضه. وبعدها وهم بيفحصوا الكلبة بتجري ورا واحد من اللي شغالين مع ديفيكا، وساعتها بقى كسروا صورة شارلي تشابلن اللي دراما بيحبه. ومن ساعتها بقى دراما قرر يسمي الكلبة شارلي. بس اللي شارلي عملته ده كان مضايق دراما جدا،
ووقتها اتصل بالدكتور وقال له إنه قدامه يومين بس، ولو ما جابش حد يتبنى الكلبة هيرميها في الشارع. بس في اليوم اللي بعده دراما بيغمى عليه وهو في البيت وبيقع على الأرض، ومحدش ساعتها شاف اللي حصل. بس تشارلي ما سابتوش وراحت وقفت جنبه وفضلت تنبح عشان حد يجي يساعدهم. وبعدها فعلا بتيجي الإسعاف وبتاخد دراما، والكلبة شارلي ما بتسيبوش وبتفضل تجري ورا عربية الإسعاف لحد ما وصلت المستشفى. ودراما بعدها بشوية بيفوق، وأول حد بيشوفه هي الكلبة شارلي. وساعتها بقى دراما غير نظرته ليها لأنه شاف هي قد إيه خايفة عليه. ولما دراما خف ورجع البيت بقى بيهتم بشارلي أكتر من الأول، وكمان أي حاجة شارلي كانت بتتمناها دراما كان بيجيبها لها على طول. وفي يوم من الأيام الدكتور بيروح لدراما وبيكون معاه عيلة جاية تتبنى الكلبة. ودراما في الأول كان متردد ومش عايز يديهم شارلي، بس بعدها الدكتور أقنعه وخلاه يسيبها لهم فعلا. وشارلي لما ركبت مع الناس دول العربية كانت عمالة تبص لدراما ونظراتها ليه كانت مؤلمة جدا. ومن بعدها دراما رجع عصبي تاني، وكان كمان في الشغل بيتخانق مع الناس من أقل حاجة، وحالته كانت صعبة جدا، وكان دايما بيلوم نفسه لأنه تخلى عن شارلي. وفي يوم الطفلة الصغيرة بتروح لدراما وبتسأله عن الكلبة شارلي، فدراما بيطمنها وبيقول لها إن الكلبة بخير بس مش موجودة عنده دلوقتي. وبعدها بشوية الدكتور اتصل بدراما وقال له إن العيلة اللي اتبنت الكلب بيشتكوا منه وعايزين يرجعوه. وطبعا الخبر ده كان خبر سعيد جدا لدراما. ولما راح عند الناس دي البيت لقى إن شارلي مكسرة لهم كل حاجة في البيت. ولما دراما بيشوف اللي عملته فضل يضحك وكان مبسوط إنه خلاص هياخدها. وبعدها فعلا دراما بياخد شارلي من عندهم وبيمشي. ومن يومها بقى علاقة دراما بشارلي اتغيرت جدا، وبقى بيهتم بيها وبيخرجها دايما، وكمان جاب تيشيرتين كل تيشيرت فيهم عليه صورة التاني. وبسبب الكلبة شارلي حياة دراما اتغيرت جدا واتقلبت 180 درجة. وحتى طريقة تعامل دراما مع العمال بقت لطيفة جدا. وبسبب حب دراما لشارلي قرر يبطل سجاير. والبنت الصغيرة إدريكا كانت كل يوم بتروح لدراما البيت عشان تفضل تلعب مع شارلي. وفي يوم لما دراما بيرجع البيت إدريكا بتقوله إنها علمت الكلبة حركة تقول بيها شكرا، وإدريكا بعدها بتطلب من الكلبة شارلي تقول شكرا. لكن الغريب وقتها شارلي ما بترضاش تعمل أي حركات، فإدريكا زعلت منها ومشيت وسابتها. ودراما بعدها هو كمان بيكون زعلان من شارلي وبيفضل يزعق لها وبيقول لها إن كل اللي بتعرف تعمله هي إنها تاكل وتنام وما بتعملش حاجة تانية. لكن المفاجأة بقى الكلبة فعلا بتحس وبتفهم كلام دراما، وعشان تصالحه على اللي هي عملته طبطبت على رجله وبعدها حضنته. وفي يوم لما دراما بيرجع من الشغل بيلاقي الكلبة شارلي نايمة على الأرض وما جاتش تجري عليه زي كل يوم. فدراما افتكر وقتها إن الكلبة زعلانة وراح عشان يصالحها. بس الصدمة بقى الكلبة كان مغمى عليها وكمان كانت مرجعة من بقها. فدراما على طول بياخد الكلبة وبيروح بيها للدكتور عشان يعرف إيه اللي بيحصل. وبعد ما الدكتور بيفحصها بيقول لدراما للأسف شارلي مصابة بالسرطان، ولأن مفيش علاج للأسف هتموت بعد فترة صغيرة جدا. بس برضو الدكتور عرفه إنه ما يعرفش هتموت إمتى بالظبط. وطبعا دراما كان مصدوم من الكلام ده، لأن دراما من غير شارلي هيعيش حزين ووحيد زي زمان. ودراما لما بيرجع البيت بيفضل يعيط وبيكون حزين جدا. بس في الوقت ده دراما بيشوف شارلي واقفة عمالة تتنطط قدام التلفزيون، ولما بص على الفيلم اللي شغال لقى إن في واحد والكلب بتاعه عمالين يلعبوا على الجليد. فساعتها دراما قرر إنه ينفذ كل اللي شارلي عايزاه. وبعدها دراما بدأ يجهز نفسه عشان هيسافر لمكان فيه جليد ويحقق أمنية شارلي. وطبعا دراما كان بيعمل كده لأن شارلي دلوقتي أغلى حاجة في حياته. ولما دراما جهز كل حاجة وخرج من البيت قابل الطفلة إدريكا وجريت عليه وحضنته وهي بتودعه. وإدريكا بتقول لدراما إنهم لازم ما يتأخروش في الرحلة دي لأن شارلي هتوحشها جدا. فدراما بيطمنها
وبيقول لها إنه هيحاول يعمل كده. وبعدها دراما بدأ رحلته هو وشارلي عشان يروحوا لأي مكان فيه جليد. وفي يوم من الأيام دراما كان قاعد على البحر هو وشارلي، وساعتها بقى الدكتور اتصل بيه وقال لدراما إنه هيبعت له مقطع فيديو عشان يتفرج عليه. ولما اتفرج على الفيديو ده اتصدم، لأنه بيلاقي شارلي في الفيديو وهي صغيرة، وفي واحد كان بيعذبها وبيديها مادة مسرطنة. وكمان دراما بيعرف إن اسم الكلبة الحقيقي هو كيتون. ولما دراما بيخلص الفيديو بينده الكلبة باسم كيتون، وساعتها بقى الكلبة بتتلفت وراها وبتجري تستخبى ورا الصخور من كتر الخوف. وساعتها بقى دراما بيقرر ينتقم من الراجل اللي بيعذب الكلاب وبيعمل فيهم كده. وفعلا بعدها دراما بيعرف يوصل لبيت الراجل ده، وبيلاقيه حابس مجموعة كبيرة جدا من الكلاب جوه قفاص. ولما دراما وشارلي بيقابلوا الراجل ده، شارلي بتفضل تنبح عليه وبتكون برضه خايفة منه. فدراما سأل الراجل: انت تعرف الكلبة دي ولا لأ؟ فالراجل بيستهزأ بدراما وبيقوله معرفهاش، وبالنسبة لي كل الكلاب زي بعض. فوقتها دراما اتعصب عليه ومسك الراجل ده وفضل يضربه. وبعد لما خلص دفنه في الأرض واتصور معاه هو وشارلي. وعلى الجانب الآخر في واحد بيروح لديفيكا وبيقول لها إن دراما ما بيعتنيش بالكلبة بتاعته وكمان بيعذبها. وفي نفس الوقت ده ديفيكا بيوصل لها خبر إن في واحد حابس مجموعة كبيرة جدا من الكلاب وكان بيعذبهم وبيديهم مواد مسرطنة. فبعدها ديفيكا وصلت لبيت الراجل ده ولقت كلاب كتير محبوسة، وكمان الشرطة وصلت وقبضت على الراجل اللي كان بيعذب الكلاب. وديفيكا والمنظمة بتاعتها خرجوا كل الكلاب من الإقفاص وأخدوهم معاهم. ولأن ديفيكا كانت خايفة على الكلبة شارلي قررت تروح لها، وكان سهل تحدد مكانها لأن ديفيكا كانت حاطة في شارلي جهاز تتبع. وديفيكا كانت شاكة في دراما وكانت معتقدة إنه شريك الراجل اللي قبضوا عليه. وعشان كده بقى ديفيكا قررت إنها تروح ورا دراما وتنقذ شارلي منه. وعلى الجانب الآخر دراما وصل لفندق وعمل نفسه أعمى عشان يسمحوله ياخد الكلبة معاه في نفس الأوضة. وبعد كام ساعة ديفيكا هي كمان بتوصل للفندق وبتسأل الاستقبال عن راجل ومعاه كلبة. فموظف الاستقبال قال لها إنه فعلا نزل عندهم بس هو مش موجود في أوضته دلوقتي. ودراما وقتها بيكون خرج هو وشارلي وراحوا للسوبر ماركت عشان يشتروا أكل. ولما دراما بيخلص وبيخرج بيلاقي إن شارلي خبطت عربية شرطة والفانوس بتاع العربية اتكسر. وعشان اللي حصل ده الشرطة بتاخد شارلي ودراما وبيحبسوهم في السجن. وديفيكا لما بيوصلها الخبر ده بتروح للقسم وبتدفع غرامة 10,000 عشان تخرج شارلي ودراما. ولما بيطلعوا من القسم ديفيكا بتكون مصرة إنها تاخد شارلي معاها. وطبعا ديفيكا لحد دلوقتي بتكون فاكرة دراما شرير وبيعذب شارلي. بس بعدها وهم في الطريق ديفيكا بيجيلها مكالمة من المنظمة وبيعرفوها إن دراما هو اللي بلغ عن الراجل اللي كان بيعذب الكلاب، وهو كمان اللي كان مكتفه ودفنه تحت الأرض. وساعتها بقى ديفيكا بتتأكد إن دراما ما كانش بيعذب شارلي ولا حاجة. وبعدها ديفيكا اعتذرت لدراما وشكرته إنه ساعد الكلاب وضرب الراجل اللي كان بيعذبهم. ولأن الدنيا كانت ليلت قرروا كلهم يخيموا في الصحراء، وبكرة الصبح دراما يوصل ديفيكا للمطار. وفي اليوم اللي بعده دراما صحي بدري وأخد ديفيكا عشان يوصلها للمطار. ولما كانوا ماشيين في الطريق دراما بيشوف ناس راكبة باراشوت وكانوا فرحانين وبيستمتعوا بوقتهم. وشارلي لما شافت الناس دول جريت عندهم وكانت فرحانة جدا وعمالة تتنطط. ووقتها بقى دراما قرر يفرح شارلي وخدها وركبها الباراشوت. ولما كانوا طايرين في الجو شارلي كانت فرحانة جدا وبتستمتع بوقتها. ولما خلصوا ونزلوا رجعوا تاني يكملوا طريقهم عشان يوصلوا ديفيكا للمطار. ولأن الطريق كان طويل جدا وقفوا يستريحوا تاني. وساعتها بقى دراما لاحظ إن شعر شارلي بدأ يقع وكمان جسمها بقى مليان تقرحات. ولما ديفيكا بتشوف كده بتلوم دراما إنه أهمل في رعايتها. ولأن شارلي ودراما صعبوا على ديفيكا قررت تلغي رحلة الطيران بتاعتها وتكمل الرحلة مع دراما وشارلي. ولما الليل جه ديفيكا ودراما راحوا يسمعوا موسيقى،
وكانوا بيحاولوا يفرحوا شارلي بالحاجات اللي بتحبها. وفي اليوم اللي بعده بيقابلوا صاحب ديفيكا، وصاحبها ده كان شغال صحفي وبيطلب من دراما إنه يعمل معاه لقاء، وقال له إنه هيكتب قصته مع الكلبة شارلي وهيحط صورتهم هما الاتنين على غلاف المجلة. وفعلا بعدها دراما بدأ يتكلم معاه وحكاله كل حاجة من بداية القصة. وبعد ما الحوار بيخلص الصحفي بيودعه، وديفيكا هي كمان بتودع دراما وبتسيبهم وبتمشي. ودراما بعدها كمل رحلته هو وشارلي عشان يروحوا لجبال الجليد ويحقق لشارلي أمنيتها. وبعد كام ساعة وهم في الطريق الموتوسيكل بتاع دراما بيتعطل، ودراما بيفضل يشاور لأي حد عشان ياخده يوصله في طريقه. وفعلا وقتها في واحد وقفله، والشخص ده بيكون اسمه فامسي، وفامسي بيكون عنده كلب ذكر اسمه كروبا. وفامسي وهم في الطريق بيسأل دراما وبيقوله الكلبة بتاعتك اسمها ايه؟ فدراما بيقوله ان اسمها شارلي. ولما فامسي عرف حكاية دراما قرر يستضيفهم اليوم ده عنده في البيت. وفامسي حكى لدراما قصة حياته، وقاله ان في يوم من الايام مراته سابته لوحده ومشيت، وعرفه ان الكلب ده كان اخر هدية من مراته قبل ما تسيبه، وقال له كمان ان الكلب ده هو اغلى حاجة عنده دلوقتي. وفي اليوم اللي بعده الكلبة تشارلي والكلب كروبا فضلوا يلعبوا مع بعض، وكان واضح انهم اخدوا على بعض جدا. بس بعدها بشوية دراما بيلاحظ ان عدد التقرحات اللي على ظهر شارلي عمال يزيد، فشارلي بتصعب عليه وما بيكونش عارف يعالجها ازاي. وبعد كام ساعة بيكون جه الميعاد اللي دراما هيمشي فيه من عند فامسي، وراح فعلا ودعه وشكروا انه استضافهم عنده اليوم ده. بس قبل ما دراما يمشي فامسي اداله تذكرة وقال له ان ده مهرجان كبير معمول للكلاب وبيتمنى انه يشوفه هناك. وفامسي عرف دراما انه لو راح العرض ده هيستمتع جدا لان الكلاب هناك بتقدم عروض ممتعة. وكمان فامسي عرفه انه هيقدم للكلبة شارلي، ولو دراما راح المهرجان هيقدر يشارك بيها عادي. فدراما قال له انه هيحاول يروح، وبعدها ودعه ومشي هو وشارلي. وفي اليوم اللي بعده دراما فعلا راح لمهرجان الكلاب، وكان قاعد عمال يتفرج على الكلاب وهم بيقدموا عروض حلوة جدا. ودراما بيكتشف ان ديفيكا من ضمن لجنة التحكيم. بس المفاجأة بقى ان الحكم بيقول ان الدور دلوقتي على الكلبة شارلي، وطبعا اللي عمل كده وسجل اسمها الراجل اللي اسمه فامسي. وساعتها بقى كل الناس كانت عمالة تنده على دراما عشان يقدم العرض هو والكلبة بتاعته. وفعلا وقتها دراما بيدخل الحلبة، بس للأسف بقى شارلي كانت خايفة وما قدمتش أي عرض. ولجنة التحكيم لما شافوا اللي بيحصل ده زعقوا لدراما وقالوا له أدام انت مش عارف تدرب الكلبة بتاعتك ليه اشتركت في المسابقة وجاي تضيع وقتنا؟ فدراما ساعتها بيتعصب جدا من الكلام ده وبيزعق لشارلي وقال لها قدام الناس كلها انت همك الوحيد انك تاكلي وتنامي وما بتعمليش اي حاجة تانية. وبعد ما دراما بيخلص كلامه بيمشي من قدامها وبيعمل نفسه انه زعل منها. ولما شارلي بتروح وراه عشان تصالحه دراما بيمشي ويسيبها وبيروح يقعد في مكان تاني. فشارلي برضه بتروح وراه وبتحط رجليها عليه عشان تحاول تتأسف له، بس دراما رفض انه يصالحها وبعد رجليها عنه. وبعدها دراما بيفضل يتمشى في المكان وشارلي برضه ما بتسيبوش وبتفضل ماشية وراه. ولما دراما بيقعد على الأرض شارلي بتروح قدامه وبتحاول تصالحه بأي طريقة، فدراما برضه ما بيصالحهاش. ولما بيقوم يمشي تاني بيوقع نفسه على الأرض وبيعمل كأنه مغمى عليه، فشارلي بتروح لحد عنده وبتحط ايديها عليه وبتفضل تفوق فيه. وفعلا بعدها دراما قام بس سابها ومشي تاني. وطبعا كل اللي كان بيحصل ده الحكام والجمهور كانوا قاعدين وبيراقبوه ومش فاهمين ليه دراما أصلا بيعمل كده. ودراما بقى بعدها بيروح للحاجز وبيعليه على الآخر. فساعتها بقى شارلي بتفهم إن دراما مش هيصالحها إلا لما تنط من فوق الحاجز ده. وفعلا وقتها بقى دراما جريت بأقصى سرعة ونطت من فوق الحاجز ده، ودراما لحقها قبل ما تقع على الأرض وأخيرا صالحها. وساعتها بقى كل الناس كانت عمالة تسقف وكانت فرحانة جدا باللي شارلي عملته، وده لأن مفيش كلب لحد دلوقتي عرف ينط الحاجز على المستوى ده.
وتشارلي كده عملت اللي مفيش كلب تاني عرف يعمله. والعرض اللي عمله دراما ده كان عرض مؤثر جدا. ودراما بعد ما بيخلص العرض بيرجع تاني هو وشارلي عشان يكملوا رحلتهم. بس بعد كام يوم دراما بيكتشف إن كل الفلوس اللي معاه خلصت، وما بيكونش عارف يشتري ولا أكل ولا علاج لشارلي. وساعتها بقى دراما بيضحي بالموتوسيكل بتاعه، وللأسف بيبيعه عشان يشتري أكل وعلاج لشارلي. ودراما لما بياخد تشارلي وبيروح لكاهنة عشان تعالج لها التقرحات، بيكتشف إن شارلي حامل. وكده بقى شارلي مش هينفع تاخد أي علاج عشان ما تأذيش الكلاب اللي في بطنها. وبعد لما دراما بيخلص عند الكاهنة بياخد شارلي وبيرجعوا يكملوا رحلتهم تاني. ولما كانوا راكبين الأتوبيس الشرطة بتوقفهم وبتقول للسواق إن الطريق مقفول ومش هينفع يكمل. فدراما ساعتها بينزل للظابط وبيقوله إنه لازم يوصل للجبل الجليدي النهاردة. فالظابط برضه بيرفض وبيقوله إن في زلازل أرضية ومش هيقدروا يكملوا الطريق. فدراما وقتها بيترجاه وبيقوله إنه معاه كلب هيموت ولازم يوصل للجليدي النهاردة لأنه ما يعرفش هيفضل عايش كام ساعة. بس رغم كل ده برضه الظابط بيرفض. ولما بيجي قائد الشرطة دراما بيترجاه هو كمان وبيقوله إن معاه كلب مريض ومش هيقدر يستنى كل ده ولازم يعدي. فالقائد بياخد دراما للمكتب وبيفهمه إنه عايز يساعده، بس للأسف برضه مش هينفع يعدي الطريق النهاردة. ولما دراما بيسأله عن حل تاني القائد بيقوله إن في رحلة طالعة كمان 5 ساعات لمدينة كشمير، والمدينة دي مليانة جبال جليدية. والقائد فهم دراما إن هو ده الحل الوحيد اللي هيقدر يعملهوله. ولما دراما جه يحكي للقائد عن حكاية شارلي القائد قاله إنه عارف كل حاجة، ووراله المجلة اللي فيها اللقاء الصحفي اللي عمله دراما مع صاحب ديفيكا. ولما دراما بيمشي من عند القائد بيفضل يفكر كتير لأنه برضه ما كانش ضامن إن شارلي تفضل عايشة لل5 ساعات دول. وساعتها بقى جات له فكرة، ودراما شال شارلي ودخل بيها جوه الغابة عشان يوصل بسرعة للجبال الجليدية. وفعلا بعد ساعة كاملة من المشي أخيرا دراما وصل للجبال الجليدية وحقق أمنية شارلي. ووقتها دراما نزل شارلي وخلاها تفضل تلعب في التلج، ودراما بيفضل يلعب معاها وبيستمتعوا هما الاتنين بوقتهم على الجليد. ودراما بيكون عمال يلعب وهو فرحان جدا لأنه كده أخيرا حقق أمنية شارلي. وبعد شوية لعب دراما بياخد شارلي وبيرجعوا تاني للمعسكر. وفي اليوم اللي بعده دراما لما بيصحى من النوم ما بيلاقيش الكلبة شارلي جنبه. فساعتها دراما بيتصدم وبيخرج بسرعة عشان يسأل الناس إذا كان في حد شافها، بس برضه الناس اللي موجودة قالوا له إنهم ما شافوهاش. فساعتها دراما بيقرر إنه يروح يدور عليها في الجليد، وبيفضل يجري وسط الغابة وهو خايف وقلقان جدا عليها. ولما أخيرا بيوصل لجبال الجليد بيلاقي شارلي واقفة عند بيت صغير هناك. فدراما بيروح لها وبياخدها في حضنه، ودراما قال لها إنه عمل كل اللي يقدر عليه وإنه كمان بيحبها جدا. وساعتها دراما افتكر كل ذكريات شارلي من وقت ما لقاها في الشارع لحد دلوقتي. وللأسف بعدها الكلبة شارلي بتموت وهي في حضن دراما. ودراما وقتها بيفضل يبكي ويصرخ لأنه كان بيحب شارلي جدا. بس بعدها دراما دخل البيت الصغير اللي كانت واقفة جنبه شارلي، والمفاجأة بقى لقى جوه البيت ده جرو صغير شارلي ولدته قبل ما تموت. ودراما مسك الجرو ده وحضنه واعتبرها هدية شارلي سابتها له قبل ما يموت. وبعدها دراما بياخد شارلي والجرو وبيرجع لبيته في القرية، وبيدفن شارلي قدام البيت بتاعه عشان يفضل فاكرها دايما. ومش بس كده، ده دراما حول البيت بتاعه لمركز إنقاذ للحيوانات، وسمى المركز ده شارلي باسم أكتر كلبة حبها في حياته. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.